السلام عليكم. كيف صحتكم وأحوالكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا على خير. كنعتذر ما بقيتش باغدا جيت كيف قبل، لظروف صحية والظروف بصفة عامة. شكرا الناس اللي كيسولوا فينا. كيف كتلاحظوا غتكون المعسلات، وكيف كنقولوا المعسلات على راسهم العسل. كيبقى كل واحد والوصفة المعتمدة عنده. هذه الوصفة اللي كنخدم بها لمدة ما يزيد على 20 سنة. صراحة ما كنتنازلش عليها لأن كنثق فيها عمرها حشمتني. العسل المهم انا كناخذ كونتيتي كبيره، غنذكر معكم كميه قليله. مثلا كناخذ 2 كيلو ديال السكر سنيده في ليمونه وحامضه، كنقطعوهم بالقشره ديالهم بطبيعه الحال، وكنحيدو غير داك العظم. كل حبه كنقطعوها على 4 ديال لي غونديل صافي. واطرولارو ديال الماء، 2 كيلو ديال السكر سنيده، حبه ديال الليمونه، حبه ديال الحامضه، اطرولارو ديال الماء. كنسدو عليهم طنجره الضغط، كنديرو الصفاره عافيه بشكل عادي. اين فوا غتبدا تدور الصفاره كنحسبوا ليها ساعه. ملي كتوصل ساعه كنبداو نتيستيو على حسب، حيت كل مره والوقت اللي تياخذ لينا على حسب النوعيه ديال السكر اللي غادي نخدموا به. هاد العسل نفس الوصفه تنخدموها اما بالسكر قالب اما بالسكر سنيده، انا اللي حضر عندي تنخدم به، ونفس المكونات بطبيعه الحال. صافي كدوز ساعه كنفتحو عليها، كناخدو بالمعلقه واحد الكميه قليله، تنحطوها تبرد، نتيستيوها باش الا بردات ودارت لينا الخيط وعقادت صافي كنطفيو على البوطه. ما طلقاتش لينا الخيط وبقى العسل جاري بعد ما بردات ديك المعلقه، كنزيدو عليه على النار، دائما النار مهيله. وغير هاد المره ملي غنحلو الغلاقه ديال طنجره الضغط تنحلو الغلاقه بصفه نهائيه باش ما ديرش لنا داك ليفيرفيسونس تقفل وتغلب علينا وتهبط لينا ديك الرغوه كلها على الفورنو. صافي حتى ناخدو لا تكستور اللي بغينا عاقد بغينا خفيف. صافي هو العسل عندنا. اول ما غنخدمو البريوات باللوز بغاليني. كنحتاجو كميه ديال اللوز. مثلا غناخدو كيلو ديال اللوز تنغسلوه، عفوا تنشفوه وتنحيدو منه الشوائب اللي هي القشره وهذا صافي. وكنديروه في الماء مغليان، كطلع ليه الغليه 2 دقائق حتى 3 دقائق بالكثير صافي. وكنصفيوه وكنديروه بلاستيك وكنفسخوه وتنشفوه مزيان. 500 غرام منها ديال اللوز بعد ما نشف تنطحنوه مع 70 غرام ديال السكر سنيده، و500 غرام تنطحنوه مع 70 غرام عفوا تنقليوه في الزيت دائما بارد. وبعد ما كيتقلى تنشفوه مزيان وتنطحنوه. حبذا لو ولا نطحنوه سخون كان احسن هكا باش كيسهل علينا الطحن ديالو حتى كنحصلوا على بغاديني. كناخدو العقده ديال اللوز البغاليني، 100 غرام ديال الزبده سبيسيال، وقطريطه ديال القرفه، تنخلطوهم وترشو مره بما زهر، وحنا كنعركوه مزيان هكا تنحصلوا على عقده شيئا ما رخوه هكا باش كتبقى اطول مده كل ما كانت طريه. وكنخرجوها بالبوش اولا كناخدوها على شكل كتله باطراف الاصابع ونحطوها لكن نقدروا نتحكموا فيها، او نديروهم ليبول. هاد ليبول اللي درت انا راه طريين يعني خدمتهم وعاد غسلت يدي وعاد رجعت باش نطوي باش الورقه تبقى ليا نقيه. وهكا تلفوا بالطريقه روتينيه، يعني تارة يمينا وتارة شمالا. هذاك المثلث كنبقاو نديوه نجيبوه اليمين واليسار وصافي. والطرف ديالو الراس ديالو تنغلقوه بالخليط ديال الماء والطحين، احسن من غلقناه بالبيض لان البيض في القلي تيدير داك الفقاعات وتيغلبنا صافي. وتردوا عليه داك الطرف بلا ما نقصوه بالمقص، كنردو لان تيتلمط في ساعه بحكم ان داك الخليط ديال الطحين والماء في ساعه تيلصق. وهكا حتى كنكملوا الكميه كلها. تقريبا هاد الكميه ديال كيلو ديال اللوز كتعطينا في حدود 150 حبه بالحساب. تقريبا الكيلو كتعطينا ما يزيد على 2 كيلو. وبالنسبه للثمن ديال البيع 150 درهم للكيلو. هذه معلومات اضافيه بالنسبه اللي كيبغي يبيع او اللي بغى يعرف شحال غتخرج ليه باش يشوف واش يضاعف المكونات او لا يحتفظ بالكيلو فقط. وهكا المهم انا الا لاحظتوا
كان عليا الدرك صراحة، وبحكم كنت مريضة ما قادراش لأن تنخدم غير بوحدي، الله المستعان. تيعاوني ولدي صراحة ما نكذبش، مرة الله يرضي عليه. كنحاول نخدم وخص كل كليانت خليه بخاطرو، يعني حتى الوقت ديال الدغيساج ما لقيتش كيف ندير الدغيساج، يعني يكفي انني غنصور لكم غير البريوات وهما كيتعسلوا، نصورهم وهما في الطنجرة ديال الضغط، لا غير كنعتذر لان ما كاينش حتى الوقت صراحة. مازال غنتقاسم معكم معسلات تانية ان شاء الله، ديال كنافه ديال باتافيلو، المهم اي حاجه خدمتها باذن الله وقدرني الله نحاول. هي كيبقى ما شاء الله راه البريواسه يعني كل وحده وتبارك الله الطريقه ما شاء الله عليها اللي تتخدمها، كتبقى كل وحده والوصفه المعتمده عندها، كتبقى كل وحده والطريقه كيف قلت والمكونات باش كتخدم. المهم فضلت نتقاسم معكم بما انها طلبيه، ففضلت نتقاسم معكم يعني لي زاستيس كيف قلت. مثلا شحال كتخرج الكيلو الحبه، الثمن هكا باش حتى اللي بغى يخدمهم يلقى الفرصه. صافي حتى كنكملوا المكونات وكيف نخدموا كل حبه تنحطوها في شي بلاك اللي مغطيه بابي فيلم اولا بالبلاستيك غذائي باش ما تشققش وما تخرجش لنا الحشوه. صافي وتنقليهم في الزيت نار معتدله. صافي كنبقاو نلعبوا بهم بلا دوش اولا بالصفاي اولا هكا، راح ما كترتق ما كتهرس ما والو، يعني كيف قلت نار معتدله باش حتى الورقه اللي كتكون مازال داخل حتى هي كيقيسها الطياب وكتجي مقرمشه، ما كتجيش رطبه ومعجنه، بالعكس كيبقاو مقرمشين على برا معلكين من الداخل، رائعين صراحه. نتمنىكم تجربوا هذه الوصفه ولو بكميه قليله، لان ما شاء الله كيف قلت كتخرج كيلو كيخرج 150 حبه، راه الخير هذا ما شاء الله. وعاد في الوزن كتعطي كثر لان كتقال بالعسل. صافي حتى كيولي اللون ديالها ذهبي بحال هكا، لان ان فوا غتغطس في العسل غيتغير ليها اللون كثر. صافي والعسل كيف قلت نغطسو بداك الكميه ديال العسل الكثيره لان غتبقى تبات فيها، وكل ما باتت فيها كان احسن هكا باش كتشرب على خاطرها العسل. صافي وكيف كتلاحظوا العسل ملي كيبات في داك البريوات تيزيد يتقال ويعقاد وكيعطيها، ما نحتاجوش نضيفوا ليه جليكوز، يعني حاجه سهله، يعني غير العسل بوحدو والبريوات كتبرد فيه كيزيد يتلبسوا هاد البريوات بالعسل والعسل كيزيد يتقال. كيف كتلاحظوا وصفه معتمده تنديرها من زمان، بقيت كنثيق فيها لان ما يمكنش نبدلها. الا بغينا هذاك العسل مثلا غير للدهن والفطائر وهذا نقدروا نسموه بالزعتر اولا بالقرفه، اولا مازال نخدم معكم ان شاء الله عسل بطرق تانية اللي كنضيفوا ليه الجليكوز والمسائل، ولكن ما تنبغيوش المعسل، تنبغيو الفطائر والملاوي وهذا. كيف كتلاحظوا البريوات ساهلين نخدموهم بكل سهوله، تكون عندنا العقده وحنا كنلمطوا وتنحدقوا فيهم. نتمنىكم تجربوهم بالصحه والراحه.